السلام عليكم خوتي المغاربة. شوفوا معايا هاد لقطة تصورات البارح بالليل. تاكسي حمراء كتوقفها عناصر الأمن الوطني في واحد من شوارع أنفا في كازا، والسبب أن شيفور التاكسي تشد متلبس بالإتجار في المخدرات. الناس اللي كانوا تما تصدموا. تاكسي خدمته هي النقل العمومي، وكيكون عنده رخصة ثقة، يعني خاص يكون إنسان ما عندوش سوابق وما عندوش مع الممنوعات. ولكن اليوم شفنا العكس. الشخص اللي مفروض يخدم في التاكسي ويعاون الناس يتنقلوا بأمان قلبها تجارة في المخدرات، وخلى سيارة الخدمة وسيلة للترويج والبيع. وهذا الشيء كيزيد يطرح تساؤلات كتيرة. أشنو هو الدور الحقيقي ديال هذا التاكسي؟ واش فعلا السائق هو البائع الرئيسي ولا غير كيوصل؟ ممكن يكون كيخدم مع شبكة، ممكن حتى تكون هادي أول مرة، وممكن لا. ولكن المؤكد واللي ما عليه حتى نقاش هو إنه تشد متلبس ومعاه المخدرات. القضية تتفتح نقاش كبير. واش فعلا بزاف ديال التاكسيات كيتستعملوا في هاد الأنشطة؟ واش كنعيشوا قدامنا جرائم وما كنقدروش نميزوها؟ خاص نعرفوا إن التاكسي بحال باقي وسائل النقل كيتحمل مسؤولية، ولكن منين كيولي وسيلة للجريمة هنا خاص تكون صرامة. البوليس كيقوم بخدمة كبيرة، وكامين بحال هذا كيبين أن الأجهزة الأمنية ما ساكتاش. ولكن فاش كيتورطوا ناس كيخدموا في خدمات عمومية هنا خاصنا نوقفوا ونسولوا كيفاش وصلنا لهاد الحالة. واش الرقابة على السائقين كافية؟ واش كاين تتبع ولا غير كيدخلوا يخدموا بكل سهولة؟ تاين احتمال أن التاكسي يكون ملك شخص آخر والسائق غير خدام عليه، وهناك تولي المسؤولية مشتركة. ولكن مادام السائق هو اللي تشد متلبس خاص يكون العقاب واضح. من جهة أخرى خاص ما يكونش العقاب فردي فقط، خاص تشديد الرقابة على القطاع كامل. ماشي أول مرة كنسمعوا بهذا النوع ديال القضايا، ولكن كل مرة كتكون صادمة، حيت كتخلي الناس يفقدوا الثقة في ناس مفروضين يكونوا مصدر أمان. المشكل ماشي فقط في السائق، ولكن في المحيط، في المراقبة، في الثقة، وفي القانون اللي خاصه يتحرك بسرعة. واش هاد الحالة معزولة ولا كاين حالات بحالها كتدور يوميا؟ وشنو خاصنا نديرو باش نحدو منها؟ واش خاص البوليس يدير حملات مفاجأة ولا خاص شركات التاكسيات يكون عندها نظام مراقبة وتتبع؟ كاينة بزاف ديال الحلول، ولكن خاص الإرادة. انتوما اش كتظنوا؟ واش السائق فعلا هو البائع ولا غير كيوصل؟ وشنو رأيكم في هذا النوع ديال الجرائم اللي كتوقع في وسط المجتمع بلا ما نحسوا بها؟ كتبولي في التعاليق وخليونا نعرفوا شنو وجهة نظركم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش توصل الرسالة، وتشتركوا في القناة إذا عجبكم المحتوى. إلى فيديو جديد، خليوا بالكم من راسكم وسلام.